صباح النور، جمعة مباركة للبنات. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. يا ربي ما ننسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي البنات كالعادة ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك، ما دامني قاعدة في البداية زيدوا شجعوني، الله يبارك لكم. إن شاء الله نهير مبارك، نهير يتعدلنا بالكدا، فيه صحة ونشاط وحيوية. كما تشوفوا البنات تصبحت نط بكري، قلت هيا نطيب قهوة نشربها قبل ما ينوضوا صغيراتي باش ننشط بها. اني متعودة نشرب قهوة الصباح، حتى كان ساعات يقول لك تعب وكل بدن، اما اني نرتاح كي نشربها هيك تزيد تنشطني صراحة. بدينا نهارنا بالصلاة على الرسول. والأيامات الفضيلة ما ننسوش خواتي إن نصلوا صلاتنا، ما ننسوش قراية القرآن. خواتي ما ننسوش الصدقات زادة في الأيام الفضيلة هذه. إن شاء الله يا ربي يوصلنا ربي رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. ويا ربي يعيننا على قيامة وعلى صيامة، والله يبارك لنا إن شاء الله في صحتنا وفي مالنا وفي صغيراتنا يا ربي. كما تشوفوا البنات حبيت اليوم نشارككم في فطوري. هاكم تشوفوا هاكم تشوفوا فيا كيفاش نعمل في مرقة بالخضرة. إن شاء الله تعجبكم، وهي حاجة بسيطة بصراحة، أما حبيت نشارككم فيها. هي الناس كل هي حاجة عادية، أما حبيت نشارككم فيها أخواتي. إن شاء الله يا ربي يعينكم، وكل منه يا ربي عنده من عنده قضية يا ربي إن شاء الله ربي يقضي له حاجته. إن شاء الله كل منه عنده أمنية يا ربي يحققها له يا ربي بجاه نهار الجمعة الفضيل. ما ننسوش خواتي كما قلت لكم سورة الكهف، ما تنسوش الصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ما نصلوا عليه شوية. ما حبيتش نصور لكم معنا فيديو كما الفيديوهات اللي فاتوا بصراحة، حتى نص تاني قلت خليني نصور في الكوجينة اليوم، حبيتش وسط الدار كما نص وانا قديت اموري تو. بخرت الدار، هويتها، حليت شبابك، فرشت فراشي في بيت نومي هكا كالعادة، من غير ما نحكوا فيها لازم ما نخرجوا من بيت النوم كما نفرشها وننظمها ونقدها اخواتي. نهود الدار مليح، على الميديتي، على اي حاجه واحد يحس براحه انك يهوي داره. والله كثرت عليكم بالنصائح نهار اليوم، ان شاء الله ما تقلقتوش، ان شاء الله ما تقلقوش من الفيديو متاعي. هيا اخواتي شوفوا نعمل في مرقة الخضرة. قلت خليني نقد اموري في ساعة بكري قبل ما يروحوا الصغيرات وقبل ما يروح راجلي من الخدمة. والله يا البنات عندي سؤال باش نسأله، والله حرت. زعما على الامتحانات، زعما شنو هو القرار اللي اتخذوه؟ والله ماني عارفة، اني سمعت هيك، اسمع اللي فما حجب اعداد وكل، ومش عارفة والله شو نعمل. لا عارفين كيفاش الصغيرات، والله وجعيني صغاري والصغيرات الكل، قد ما تعبوا قد ما يحضروا يقروا فلوس، اننا ندفعوا لهم الاتيود، كيفاش نقروهم ونسهروا عليهم وكلهم، بعد ما فماش نتيجة ولا ما فماش حاجة تفرح الصغير، كان شهادة ولا كرني كالعادة. مش عارفين شو يعمل الواحد، والله غريبة فيهم القرارات اللي كل مرة يطلعون بها، وديما ما يبقى الضحية كان الصغار راهم. الله يهدي وكهو. بربي ما تبخلونيش، قولوا لي إذا كان في بالكم أي معلومة وكل على الامتحانات. إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا ويوفقهم ويعطيهم الأيام يا ربي الطيبة يا رب. وديما ندعو لهم وندعو لهالبلاد. إن شاء الله ربي يجريها على الصلاح يا رب. مش عارفين وين ماشيين بها القراية،
هاكا تشوفوا في مستوى الصغار قداش متدني بصراحة، مش عارفة. لا من يخمم فيه الصغير، والله لا من يخمم في الصغير، كل واحد يخمم في روحه تحسهم. لولا الولي زاد قد ما يتعب، مصروف، اتيد الصغيرات، مش رخيص راه والله، كل اتيد بحسابه. هو مش خسارة في صغيراتنا، ان شاء الله ربي ينجحهم ونوقفوا معاهم ونشجعوهم، ما فيها بيس. اما في وقت اللي يبدو قربة الامتحانات وكله ما يلقوش لا امتحان ولا نتيجة ولا حاجة تفرحهم، هي حاجة رمزية، عارفين الشهادة وكل. أما مهما كان تعودوا الصغيرات بها الحاجة كمان هيك. لخصني سنة أولى، ولهم ساجد ولد أختي، والله ما عرفنا شو نقولوا له صغير. باش نوروا له الشهادة متاعها ما فماش، باش نقولوا لها كان عدد، قلنا له المعدل متاعها ما شاء الله على ولادي، هو من الممتازين ما شاء الله عليه. أما ما عاش هيك اللحظة متاع إنه يفرح بالشهادة، بالدفتر متاع الإعداد متاعه. إن شاء الله ربي يهدي، وإن شاء الله ربي يجريها على الصلاح، وإن شاء الله ربي يوفق الصغيرات الكل، ويهدي المسؤولين في هالحكاية هذه، أن كيفاش لا امتحانات لا تي الحصيل، والبنات ربي يهدي. وكهو هكا تشوفوا البنات قص علينا والله الميه عندنا نهارين بريسك، قص علينا الميه، مش عارفة قالوا فما فويت ولا مش عارفة عليهم، والله ما غير سابق انذار كما يقولوا. فاجينا نحلوا السبالة لقيتها مقصوصة. قعدوا معوني ما غسلتهاش في الليل. كيف صبحت الصباح قلت هيا خلنا نكورج كيف رجع الماء، نكورج نغسله، ومخيبها المعون كي يتكدس ويبقى في الليفي. والله تحيري كيفاش باش تغسلي وباش توفقي ما بين هذا وهذا، وماذا به الواحد يقوم بدارة كاملة. تحسي فما حاجة ناقصة إذا كان ما دخلتيش الكوجينة وغسلتي معيناتك ونظفتيهم وركحتي لهم أمورهم. والله يا البلاد اللي عاد عارفينها كيف والله، لا يفيقوا لا يقولوا راهو لا أصل، والله لا سمعناهم ولا هبطوا إن حتى في الفيسبوك ولا حاجة إن راه فما قصان مي، ولا كل شيء يجي على غفلة، ما يقروش حساب الناس. زعما عندهم مي معناها معبيين مي ولا لا. ما شرينا المي هاك اللي يبيعوا فيه هاك المحل هذاك. إن شاء الله ربي يهدي وما نجمش بصراحة إنني نبقى بلا مي في الدار. كيفاش باش ننظف، كيفاش باش مخيبة عيشة من غير مي بصراحة. وما يعرف قيمة البشر المي اللي هاكا نضيعوا فيه ونبدو نكبوا فيه كما يجي. والله ساعات مش ديما اني باش نصب مي في وسط الدار باش نسيق الدار معناها بالمي برشا وكل. بالأكثرية والله بالخيشة باقي الأيامات نهار في الجمعة اللي نعمل المي كما شفتوني في الفيديو اللي فات. مانيش ديما راني الأكثرية معناها بالسطل والخيشة. من ما نضيعش المي بصراحة، ما نحبش التبذير ياسر في الماء. والله وما نعرفوا قيمته كان كي يقص علينا كما تشوفوا كيفاش تكدس المعون. حاشاكم بالأخص الحمام والتواليت راهو يحير الواحد ساعات. مبركة فما المياه هذا اللي يبيعوا فيه اللي المحلى هذا، ما هوش هكا اللي في الدبابز، أكيد راكم كلكم تعرفوه. تو ما عادش شكون ما مش بحذاهم، معنا ما ركز كمان هيك نتاع بيعانمي تي الحصيل. والبنات نظفت دويرتي الحمد لله يا ربي، عملت لها تبخيرة، ركحت أموري قبل ما يروح راجلي. سيها كنت تشوفوا في سرورة دخلت حطت سكتها في بيتها وجت عملت طلع عليا في الكوجينة اش تعملي يا ماما شنو فطورنا. ديما الصغيرات هكاكا ماذا بيا نحط لهم فطورهم يرتاحوا على الأقل شوية قبل ما يرجعوا للقراية. وحبيت البريكات كعبات بريك باش نعملهم. قلت كيف هما مازالوا كي وصلوا قلت خليني نقليهم. يحبوهم سخان هم الصغيرات بصراحة، وراجلي زاد يحب البريكة سخونة.
هيش أحلى منها إنك تكون سخونة هذيك. أنا قعدت بردت، إذا بردت تولي تليث وهُم بطبيعتهم يحبّها تتقرمش. البنات طاب فطوري، ركّحت أموري قبل ما يجي راجلي. كي يجي حطينا فطورنا، فطرنا، لمّيت الماعينات، قُلت خلّيني نرغب نغسلهم خير من اللي يتكدسوا. نخاف إن يعاودوش يقصّوا الماء. والله يا البنات كلي خذيتها درس من هالليالي هاذوما الزوز اللي فاتوا. آآ من قصة المياه هذيا شعفونا، ولينا ديما ماذا بينا نعبّوا المياه فهمتوا. بالأخص هني في قابس اللي يسمعوا فيا كل البنات، ما تنسوش عبّوا قد ما تقدروا مياه. راهو كل مرة تدروا عليهم كيفاش يجي على بالهم يقصّوا علينا من غير ما يفيقونا. الحصيل والبنات والله واحدة من المتتبعات باش نقول لكم اللي هي والله طلبت مني اللي نحكي على روحي أكثر. نعرف بروحي. آه، شو نقول لها. عمري 40 عام. معرسة من 2012. آه، قعدت 5 سنين مع عمتي حماتي كما قلت لكم في الفيديو اللي فات. سكنت معاه 5 سنين ومن بعد طلعت لداري. عندي زوج صغيرات. الباقي كله انكم تعرفوني، تعرفوا اخواتي، تعرفونا كيفاش عايشين، تعرفوا امي الله يرحمها، وترحموا لي على ميمتي البنات. ما تنسوش كما ترحموا في فيديوهات مبروك اختي انكم كومنتاراتكم وكل ما تنسوش انكم ترحموا على ميمتي الغالية الله يرحمها في نهاية الجمعة يا ربي، ويرحم حماتي. معزهم ناس عاشوا طيبين وخفاف. معناها هاكا اللي تحسه ما هماش ثقال في الدنيا هذه بصراحة، إن عندهم بصمة خلوا بصمة. بصمة طيبة. حن. والله لاني عارفة كيفاش باش نوصف لكم كيفاش انني كنت مع امي عايشة، كيفاش تعدت الايام، كيفاش الماضي. نتمنى ان برشا حاجات ترجع، اما الله غالب. ان شاء الله ربي يلاقينا بيهم يا ربي في احسن مقام، وان شاء الله هما في اعلى عليين يا ربي مع الشهداء والصديقين يا رب. الله يرحمهم وينعمهم. البنات ما تنسوش ديما بربي ما غير ما نبقى نقول لكم ولا نذكركم ترحموا لي على ميمتي. الله يبارك لكم. راني نفرح برشا حتى بالكومنتات اللي فاتوا، والله برشا بنات الله يرحم والديهم يرحموا على امي. فرحت ما تتصوروش قداش. كل تحسها معناها كلي ما غير ما نطلبها انا ربي سبحانه كيفاش مسهلها في جرة خيتي مبروك الله يبارك لها، وكانت سبب ان برشا ناس يترحموا على امي. وهي بطبيعتها والله امي ناس طيبة قد ما شفتها في الفيديوهات والله في الدنيا اكثر، ان بين علاقاتها معناها في جيرانها بين اقاربها. سبحان الله والله تخطفت في ساعة نحس اللي زي ما عشتش معاها اصل امي. نتمنى الايام ترجع، نتمنى ان نرجع نتلموا في درب بابايا، نتمنى برشا حاجات هيك لمتنا اللي كل مرة تشوفاها هاكو في فيديوهات مبروكة نتمناها ترجع. أما الله غالب. الله يرحم أميمتي، والواحد ما يجهلش ما يكونش إنه ضد حكم ربي. والله نشوف كل مرة في برشا بنات مسكينات نشوفهم كان في التيك توك وإلا في من الجيران من الأقارب إن كيفاش يتوفوا أمهاتهم. كل اللي قبل كل اللي قبلنا وكيف اللي تو اللي ما زالوا كيتوفوا. الله يرحمهم وينعمهم، نترحموا على كل من توفانا ربي يجعل مأواهم الجنة، وإن شاء الله يكونوا في أحسن مقام يا رب. البنات تقولوا علاش متأثرة لتو كان بموت أمي وإلا كي توفت زاد حماتي الله يرحمها. تقولوا بالكم حماتي تو كي توفت. لا، حماتي والله من 2016 هكا لله 11 7 سنين 8 سنين من اللي توفت.
أما تبقى ديما ديما ذكراها ما ننساهاش والله. كيف أمي كلي فقدت أمي مرتين تعرفوا، إن توفت حماتي قبل، وأول مرة تصير إن إحني وفاة معناها في العائلة، أنا من المقربين وزيد في داري. حسيتها برشا برشا فهمتوا، قعدت مأثرة فيا وزدت كملت عليا إن هيك توفت أمي. زدت حسيت أكثر. وجيعة الله لا يذوقها لحد إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله لا تفقدوا لا عزيز ولا غالي يا ربي، ولا يقطع لكم لمة، ولا يغيب عليكم حد يا ربي من ماليكم، من حتى بالجيران يا ربي. حتى جيراننا والله عندنا معنا جيران ما شاء الله. إني في الحومة اللي ساكنة فيها في سيدي بلبابة، والله ما شاء الله ما شاء الله حومتنا ناس طيبة هاكم، اللي جيران كل واحد في داره. وقت المناسبات وإلا وقت كان فرح وإلا مش فرح فهمتوا، نقول إني مثل الموت ولا حاجة ولا يوقفوا مع بعضهم. تعرف جارك في وقت الشدة فهمتوا. ما شاء الله عليهم، الله يبارك لهم الكل. نتذكرهم في كي توفت حماتي كي وقفوا معنا كي يحسوا بينا. بالأخص إني على خاطر كنت إني عايشة مع حماتي فهمتوا، كان لي كل بنت وأمها. حسوا عليا برشا، الله يبارك لهم، وإن شاء الله لا يوريهم غيار ولا فقدان معناه عزاز عليهم يا رب. كما قلت لكم البنات جيراني الله يبارك لهم، كل واحد على روحه. عندي جيراني جارتي واحدة بركة الحق، معناها نتردد عليها كل مرة نمشي لها، كل مرة نعمل طلة بحذاها. ساعات الصبحية تكلمني نفطر مع بعضنا، ساعات هكا اللي تقول لي هيا نجاة تعالي. حسبتها أمي فهمتوا. أختي سعاد هذه تتذكروش مرة في فيديو من فيديوهات مبروكة أن شفتوا البسكوي تقد فيه هذاك متاع الصوابع. أختي سعاد هذه حنينة برشا، ناس طيبة. اللي زيد من اللي توفت أمي زاد أكثر معايا أنها حاسة بيا، تواسيني تفهمني. نشكي لها والله ونحكي لها بأي حاجة. نتذكرها إن فما حاجة حكيتها لها التو ما سمعتها حتى عند حد. تعرفوا كان تكتم السر كي تجي واحد باش يحكي لها حاجة. الله يرحم والديها، الله يبارك لها إن شاء الله في صحتها ويبارك لها في بنيتها يا ربي، وفي وليداتها إن شاء الله ربي يخليهم لها وتفرح بيهم، وربي يخلي لها. هي لمحال عندها كنا راهي على فكرة، وإن شاء الله تو تشوفها في الفيديو هذا. هي وكنتها وبنتها، إن شاء الله ربي يخليهم لي ويخليني لهم. وإن شاء الله ربي يدوم عشرتنا، الله لا يفرقنا إن شاء الله يا رب. جيراني هذم اللي نحكي لكم عليهم، جارتي وكنتها، الله يبارك لهم إن شاء الله. كنت تشوفوا بعد ما قديت أموري وركحت أموري في داري، كلمتني أختي سعاد قالت لي اعملي طلة نجاة، تعالي أشرب لك ويستاي، خلينا نتلموا نقعدوا شوية. وشعلت الكانون قالت لي تعالي باش نعمل عالة وخلنا نقعدوا مع بعضنا شوي. مادام كملتي أمورك وكل الحقيقة ما نهبط كان ما نركح أموري في داري. يعني بصراحة كان الصبح قبل ما نهبط لها نعمل طلة عليها الإدمان ولا عندي، كان ما نطلش على أختي سعاد زي ترش نقصني بصراحة. تقولوا جارة معنا من الجيران، أما والله هي قريبة ليا برشا. نحس هكي نفسي تفهمني تحس عليا. سبحان الله والله ما كنتش نتصور اللي باش نلقى جارة من جيراني هيك. هم جاراتي كلهم الله يبارك لهم يرحم والديهم باش ما يتغشش حد، راهم سمحين يحسوا عليا وكل. أما أختي سعاد قريبة برشا هيك اللي نحكي لها وتفهمني إن شاء الله ربي يبارك لها يا ربي. هكما تشوفوا هبطت عملت طلة على الكوجينة قبل كل شيء. طليت لقيت سمر كنتها ما شاء الله عليها تعمل في واحدة كيك على اللزوم القعدة فهمتوا.
بعد عمّال تطلّع لأخت سعاد لقيتها ما شاء الله عليها تعمل في الحلالة من نواصر، هي فالحة فيهم الحقيقة. طيبة لنا إيمان بنتها كوستاي يعمل 66 كيف كما تشوفوا، كوستاي أخضر عملته لنا منعنع ما شاء الله.